السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس مصطفى بكر من مشاتل الحياة. النهارده هتكلم معاكم عن الأنسجة. هتكلم معاكم عن الأنسجة عشان في ناس كتير بتيجي تسألنا تقول لنا انتوا زرعتوا بذرة وطلع النسيج ده، وناس كتير قوي ما تعرفش هي ايه الأنسجة. فأنا في الفيديو ده جاي أوضح لكم البذرة لو انزرعت هتطلع ايه، والنسيج هو ايه. أول حاجة، البذرة لو انزرعت بتطلع نسبة كبيرة جدا مجاهيل. يعني ايه بتطلع نسبة كبيرة مجاهيل؟ يعني بتطلع مثلا ذكور واناث، يعني يشاع انها بتطلع 90% ذكور والباقي اناث. فعشان كده احنا ما بننصحش ان حد يزرع بذره. دي اول حاجه. تاني حاجه، النسيج. ايه هو النسيج؟ النسيج ده عامل زي استنساخ الدي ان ايه عند الانسان كده. طيب النسيج برضك هو ايه؟ النسيج هي وسيله حديثه ابتكروها بغرض اكسار النخيل. يعني ايه بغرض اكسار النخيل؟ يعني مثلا انا عندي صنف زي البلح ده، انا عايز اعمل له عمليه اكسار. انا مش هروح اجيب نخله واستنى على ما النخله تطلع فسيله واخد الفسيله ازرعها، واستنى على ما النخله دي تطلع كمان فسيله وازرعها يا كمان. كده انا ما عملتش اكسار للنخيل، كده انا هاخد فتره كبيره على ما اعمل اكسار للصنف ده. فجم جماعه متخصصين وقالوا لا، احنا هنعمل حاجه اسمها النسيج. راحوا طبعا على مزرعه ونقوا افضل نخله موجوده في المزرعه ديت واخدوا منها الجمار. بتبقى النخله ديت افضل حاجه في المزرعه من حيث الانتاجيه وحجم الخشب وحجم المجموع الخضري بتاعها، وبياخدوا الجماره بتاعتها وبعدين ياخدوها في معامل متخصصه سواء في مصر او معامل متخصصه بره مصر، وبيعملوا استنساخ للدي ان ايه بتاع النخله ده، وبيطلعوا لنا في الاخر النسيج. النسيج بيطلع اول حاجه في شكل توربيد، حاجه صغيره زي دي كده، ده التوربيد اللي بيجي في النسيج. طيب ايه اللي يخليني ازرع نسيج وما ازرعش اي حاجه ثانيه؟ اول حاجه ان انت بتبقى ضامن نجاح زراعته بنسبه 100%. يعني انت واخد النسيج هتزرعه مش هيموت، دي اول حاجه. تاني حاجه، بيبقى عنده معدل نمو خشب سريع جدا، بالاضافه ان هو بيوصل لمتوسط الانتاج بتاعه بسرعه، اسرع من اي حاجه ثانيه، اسرع من الفسائل واسرع من اي حاجه. تالت حاجه، اللي انت نسبه الطفرات فيه تكاد تكون منعدمه. يعني ايه نسبة الطفرات في النسيج تكاد تكون منعدمة؟ يعني انت واخد مثلا نسيج برحي، النسيج البرحي ده انت هتزرعه مش هيطلع لك زغلول، لا هو هيطلع لك برحي، يعني اكيد هيطلع لك برحي، مش هيطلع لك اي حاجة تانية. وده كان ملخص عن النسيج، وان شاء الله في الفيديو الجاي هوريكم الاحجام المتوفره عندنا هنا في المشتل من الانسجه. وفي اخر الفيديو ما تنسوش تعملوا مشاركه للفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من الناس ويستفاد زي ما حضراتكم استفدتم. كان معكم المهندس مصطفى السيد بكر من مشاتل الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.